سلام. المره اللي فاتت في الاساينمنت اللي حليته معاكم والاساينمنت اللي سبته لكم في اخر الفيديو ونزلته في البوست كلمه لاي اوفرز، احنا كنا عدينا عليها قبل كده، بس المره دي احنا هناخد الترم ده وهنفصصه، هنتعامل معاه ونفهمه شويه بزياده. ده حلقه هتبقى قصيره، الثانيه هيبقى فيها مثال تطبيقي وفيها المشاكل اللي تخص الترم ده هتبقى اللي بعدها، يعني الدرس ده على حلقتين. نبدا بالتعريفات. احنا دايما بنسمع كلمه ترانزيت او ترانزيت. الكلمتين الجداد عندنا هما لاي اوفر وستوب اوفر، اللي احنا هناخده مع بعض الفرق ما بين الثلاثه. اول حاجه من حيث التعريف، هما الثلاثه احنا بنتنقل من مدينه لمدينه او من مطار لمطار وبنقف فتره في المكان ده. الفرق ما بينهم في اللاي اوفر احنا بيكون الوقت ده اللي هو احنا بنقضيه في الانترميديت ايربورت، زي في المثال بتاع القاهره اسطنبول دبي اللي هو اسطنبول، بيكون مخطط، يعني ده من ضمن الخطه بتاعت الرحله بتاعتي موجود. الترانزيت بيبقى حرفيا اللي هو انت يا دوب بتعدي التيرمينال عشان تروح للطياره بتاعتك الثانيه اللي هتغيرها. الستوب اوفر بيكون ازيد من 24 ساعه لو كان طيران دولي، و4 ساعات لو كان دوميستيك او محلي. يعني في اللاي اوفر ديوريشن بتاعتك هي اقل من 24 ساعه لو كان انترناشونال طيران، و4 ساعات لو كان دوميستيك. الترانزيت بيختلف حسب التيرمينال اللي انت هتعدي من عليه، فممكن يكون من 45 دقيقه لساعتين لو كان طيران محلي، وممكن يكون من ساعه ونص ل3 لو كان طيران انترناشونال. بس زي ما قلنا الفرق ما بين اللاي اوفر والترانزيت ان اللاي اوفر بيبقى مخطط ليه، لكن الترانزيت بيبقى عباره عن مجرد العبور جوه المطار من تيرمينال لتيرمينال تاني. الستوب اوفر بيكون اكتر من 24 ساعه في حاله لو كان انترناشونال، واكتر من 4 ساعات لو كان دوميستيك. طيب الجمارك والهجره والكلام ده. ساعات في اللاي اوفر بتبقى مطلوبه، وده بيعتمد كمان على التيرمينال اللي هتغيره. يعني لو انت هتطلع من مطار عشان تروح لمطار تاني، مثلا هتغير من تيرمينال لتيرمينال في مبنى تاني او في مطار تاني او في مكان تاني، هتطلع من اكزيت لازم هتمر على الكاستم والاميجريشن. في حاله الترانزيت طول ما انت جوه الترانزيت زون مالكش علاقه بالكاستمز والاميجريشن. في حاله الستوب اوفر طبعا ده دايما لازم، لان انت بتدخل جوه المدينه، انت بتدخل جوه البلد بتشوفها. طيب التيكت كونتكست في اللاي اوفر لازم بيكون موجود في الايتينري بتاعتك في التيكت، وخصوصا لما تكون حاجز الاثنين الطيران على نفس شركه الطيران. اما بالنسبه للترانزيت فده بيعتمد على حاله الراكب، يعني انت حجزك ايه وضعك، مش دايما بيبقى مكتوب على التيكت. بالنسبه للستوب اوفر ده بيبقى في الخطه اللي هي بيبقى فيها مالتي دايز، او ان انت تكون مخطط بنفسك ان انت هتعمل ستوب في الانترميديت ستوب دي او الانترميديت سيتي لفتره، تتفرج على المدينه، تنبسط فيها شويه قبل ما تكمل رحلتك. الباسنجر اكسبيرينس او تجربه المسافر في اللاي اوفر انت بتستنى جوه المطار، او لو بتكتشف جزء من المدينه فانت ما بتروحش بمكان بعيد، يعني انت حوالين المطار لان الوقت بيبقى ضيق معاك. اما بالنسبه للترانزيت فمش مسموح لك ان انت تخرج اصلا بره الترانزيت زون، يعني حتى جوه المطار ما ينفعش تخرج بره المنطقه اللي هي معروفه انها دي ترانزيت زون. في الستوب اوفر بيبقى طبعا معاك تصريح ان انت تدخل البلد وتعمل جيرني جواها في الفتره اللي انت بتبقى مرتبها في الايتينري بتاعتك او في خطه السفر بتاعتك. الكومن يوزج بتاع التيرمز دي لو احنا بنتكلم عن الايرلاين او الايتينري هنستخدم لاي اوفر، اما لو احنا بنتكلم على الاميجريشن او الباسنجر ستاتس اللي هو الجمارك والهجره وخبره ناس بتسافر بنستخدم الترم بتاع ترانزيت. اما في حاله الستوب اوفر فده ايرلاين وترافل ايجنسي او الباسنجر تشويس، ده في جميع الاحوال لما بنعدي اللي هو 24 ساعه دولي او 4 ساعات محلي، ده احنا على طول بنقول ان احنا عاملين ستوب اوفر. فدي كانت التعريفات. اشوفكم في الجزء الثاني من نفس الدرس ده، احنا لسه مع لاي اوفرز ولسه طبعا مكملين مع سلسله سافي من البدايه حتى الاحتراف. اشوفكم في الحلقه الجايه.